السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نبارطاجي معكم هاد الخبيزات ديال الشعير اللي كيجيو فنين. الفطور ولا الكوتي، المهم البنات كيجيو واعرين وكيجيو رطبين غزالين كيذوبوا في الفم. فخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير، تابعوا الفيديو حتى الاخير. اول حاجه غادي نحتاجوها البنات هو الدقيق ديال الشعير اللي كيكون مغربل مزيان، يعني محيده منه هذيك النخاله ديالو ما تخليوهاش. كنديروا 450 غرام ديال الدقيق ديال الشعير، وكنزيدوا عليه 50 غرام ديال القمح كومبلي، معلقه ديال الخميره حبيبات، والماء الدافي اللي غنجمعوا به العجينه. المهم البنات، هنا كنبقى كنعجن وكنزيد الماء بشويه بشويه. دابا غنزيد معلقه صغيره ديال الملحه، ولا على حسب الذوق، شوفوا نتوما كل واحد والذوق ديالو، كاين اللي ما كيديرهاش كاع. المهم كيف قلت لكم البنات، عندي 450 غرام ديال الدقيق ديال الشعير اللي كيكون منخول يعني مغربل، 50 غرام ديال الدقيق ديال القمح كومبلي بالنخاله ديالو بكلشي اللي ليه، شويه د الملحه، وكنبدا نجمع بالماء دافي. هانتوما البنات كتشوفوا، نتوما كتعجنوا يا اما بالروبو يا اما بايديكم، كتعجنوا تزيدوا الماء بشويه بشويه. هنا البنات بعض المرات راه ملي كتكونوا كتعجنوا هكذا بشي روبو، بحال الا العجينه كدير لكم واحد الكويره من الفوق، كتوقفوا وكتخلطوا بحال هكا باش تعاود عاوتاني تبداو دلكم مزيان. صافي. مهم بالنسبه اللي عنده الترموميكس راه عادي كيما دايما 5 ديال الدقيق لو مود بيتران. صافي. شوفوا البنات كنبقاو كنعجنوا حتى كنحصلوا على هاد لا تيكستور هادي اللي كيكون كيتلصق لكم في اليدين ديالكم. هنا كنبدا عاوتاني كنعجن، وانا كنزيد واحد 3 المعالق ديال الزيت البلديه. فهاد الزيت البلديه البنات كتخليه يجي رطب وزوين وما يلصقش لكم في الجناب. ها نتوما دابا شتو غادي ندير بحال هكذا بلا سباتول، وغادي نجيب واحد المعالق عاوتاني كبيره ديال الزيت البلديه وغندورها في الجناب هكذا. وغادي نبدا بحال الا كنطلع بلا سباتول شويه ديك الزويته على الخبز ياك، باش منين كتخمر هاد لاباط ديالتنا وكتطلع في لو بول ما كتلصقش لينا في هذوك الجناب، كتحيد لينا دغيا دغيا. صافي. هنا غادي نغطيو عليها. انا هنا محيتش دابا كاين البرد، كندير واحد الساشي بحال هكا، ولا ديروا الفيلم اليمونتير اللي موجود عندكم، وكديروا الغطايه بحال هكا وكديروا لو مود ترونسبور ياك، باش كيتسد لو بول مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم ترموميكس، اللي ما عندوش كدير واحد البلاستيك على البول ديالك فاش عجنتي، وكتغطي بشي بطانيه ولا شي حاجه حتى كيخمر على هاد الشكل هذا البنات، كيكون هكذا. حيتاش دابا لاباط ديال هكا ديال دقيقه الشعير راه ما كتكونش بحال لاباط ديال الدقيق ديال القمح ولا غير الفينو والفورس ولا شي حاجه، كتكون مختلفه شويه. صافي. هنا من بعد ما خمرات كندردرو مزيان لو بلان دو طرافاي ديالنا بالقمح الكامل، وكنبداو نديغازيو العجينه ديالنا غير بشويه بحال كنجمعها من جنيبات، من بعد كنديروها بودان وكنبداو نقطعوها بحال هكا تقريبا 50 غرام في الكويره. انا كنفضل البنات يكونوا بحال هكذا خبيزات صغيورين، كيجيو حسن. اللي خدا شي خبيزه كيكملها، ماشي كيبقى لكم هكاك الخبز مقطع ما كيعجبنيش. هنا البنات راني كنصور غير بواحد الايد، هنا زعما راه بغيت ندير كويره، ولكن ما انا كنصور بواحد الايد وكندير بواحد الايد ما يمكنش ليا ندير كويره مقاده. المهم ليسونسيال تفهموا الفكره، كنديروا كويره هنا كنشكلوها وكنديروها في هذا في السميده ديال الشعير، الشيشه اللي كتكون رقيقه بزاف، هي فاش كان نقرصوا الخبيزات ديالنا بحال هكا. صافي. وغادي نديروهم في الطاوه هكذا. عاوتاني كنمشي كنعاود نكور الكويره الاخرى وكنديرها هكا في الدشيشه ديال الشعير اللي كتكون رقيقه، ارق وحده غادي تلقاو هي فاش تقرصوا هاد الخبيزات ديالكم. صافي كتبقاو هكا حتى كتكملوا الكميه ديالكم كامله. وما تطرقوهمش بزاف البنات، نتوما شوفوا انا كيفاش راه ما مطرقينش بزاف، غير شويه كتقرصوهم وصافي.
حينتاش راه ما كيتنفخوش بزاف، يعني راه كيما قرصتوهم كيما كيبقاو، داكشي اش كنقول لكم. قرصوا الجهد اللي نتوما بغيتو، داك السمك ديال الخبز اللي نتوما عزيز عليكم، غليظ ولا رقيق، المهم على حساب كل واحد وكيفاش كيبغي. صافي كندخلوهم للفران اللي كيكون مسخن على 220 درجة. كنطفيو الفوق وكنخليو غير لتحت اللي شاعل. كيطيبوا الخبيزات ديالنا البنات كيبانوا لينا تحمروا شويه من التحت، صافي كنطفيو عليهم التحت وكنطلعوهم الفوق نشعلوا عليهم الفوق. صافي غير كيبانوا لينا خبيزات ديالنا راه هما دخلهم الطياب ولا طابوا من الفوق، صافي كنخرجوهم من الفران. ما نتسناوش عليهم حتى ياخذوا لينا شي لون اخر ولا زعما يتحمروا ولا شي حاجه، لانه هاد الدقيق ديال الشاي راه ماشي بحال دقيق القمح ولا الفينو ولا شي دقيق اخر. الا خليتوه حتى تحمر ولا هذا راه غادي يقصح ليكم، ما غاديش يبقى الخبز طري ورطب. صافي البنات كتخرجوه من الفران وكتديروه في شي زويف حتى كترجع ليه هذيك السخونيه ديالو. صافي وكتاكلوه بالصحه والراحه، راه كيجي لذيذ لذيذ بزاف وكيجيو رطبين بزاف. خليتكم على خير والى فيديو لاحق ان شاء الله.